السلام عليكم. شوفوا النهارده بقى هعمل لكم طريقه العيش السوري بطريقه سهله جدا وهتعرفوا تعملوها كلكم حتى لو مبتدئه. معانا هنا 3 كوبايات من الدقيق، ومعانا هنا رشه من الملح او حوالي نص معلقه من صغيره من بتاعه الاكل. هنحط كوبايه الميه ونسيب شويه. تمام. بعد كده هنعجن بقى زي ما انتم شايفين كده. نبدا نعجن. طبعا انا لقيتها احتاجت ميه تاني فحطيت، وانتوا على حسب الدقيق بتاعكم ما يحتاج. كده بعد ما لمت هنسيبها ترتاح نص ساعه، وقبل ما ترتاحي نص ساعه هنعمل الخليط اللي بين الطبقات. هنا معانا 4 معالق زيت. اول ما يسخنوا نطفي النار، نحط 4 معالق دقيق ونقلب زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده العجينه لما ارتاحت نص ساعه اديني كورتها، هي عملت معايا 10 كور. دلوقتي هفردها حجم صغير خالص زي ما انتوا شايفين. طبعا هحط كل 3 فوق بعض. الخليط اللي احنا عملناه في النص ده هندهن طبعا بين كل طبقة وطبقة، ندهن بينها زي ما انتوا شايفين كده. حاولوا برضو تخلوا على الاطراف عشان لما تيجي تحطوها على النار الطبقات تفتح معاكم على طول. مفيهاش حاجه لو كترتوا شويه من الخليط، وعشان برضو لو خايفين انها ما تفردش معاكم او ما تفتحش معاكم كتروا من الخليط اللي في النص اللي احنا بنحطه ده. كده انا حطيت على اول واحده. انا كنت بدهنها كويس عشان الخليط كان متماسك شويه. لو لقيتيه متماسك ممكن تحط شويه زيت زي ما انتوا شايفين. كل 3 احطهم فوق بعض. طبعا انا اهوت بعد ما خلصت الكميه، هما 3 كوبايات عملوا معايا 10 ترغيفه. ماشي. هنفرد كده ونكون مسخنين صينيه على النار او صينيه شاورما اللي هي بتاعه الكريب زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت صينيه الومنيوم عادي، ممكن تقلبيها وتعملي عليها كده. انا فردت وحطيت عادي. لو الرغيف طلع اكبر من الصينيه عادي مفيهاش حاجه، بس ما تخليش الحاجه دي تتشمع واللي على الجناب ما يتشمعش. يعني اول ما يعمل كده تشيلي وتشمعي الحته اللي هي على الجناب برضو. وتعملي برضو على الجنب التاني، وهتلاقي الطبقات بتفتح معاكي لوحدها. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين. بس خلي بالك لازم تفردي على طول او تفتحي الطبقات وهي سخنه. بس خلي بالك على ايدك عشان بتبقى سخنه جدا. هنا طبعا خدت لون مني غصب عني عشان كانت سخنه جدا. فانت حاولي تفرغي بسرعه عشان ما تحمرش منك، بس مش عشان حاجه تانية. بصوا طلعت معايا بكل سهوله زي ما انتوا شايفين بقى. بصوا زي اللي بره بالظبط وطري. وطبعا لازم اول ما كل ما يطلع معاكي طبق لازم تغطي على طول عشان ما ينشفش منك. ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس وتعملوا لايكات كتير.